قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقت بركة، وأن خير ما يبدأ به هو الشيء اليسير المفيد للجسد. ولو نظرنا إلى حال بعض الناس اليوم لرأينا عجبا، موائد طويلة عريضة وأطعمة دسمة، ثم بعد ذلك يشكو الصائم بعدها من تخمة وغازات وارتجاع تفسد عليه صومه. فيا أخي الصائم الكريم، السحور بركة لا مشقة، وإني لناصح لك، فإذا أردت في سحورك أن يكون بركة فاجعل من سحورك خفيفا، ولا تأكل حتى تشبع حد الامتلاء، اترك لهوائك متنفسا، فإن المعدة بيت الداء، والازدحام في الطعام يورث الخمول والحموضة، وليس لديك خزان احتياطي، أنت لست سيارة يا أخي الكريم سيتخزن ذلك الطعام إلى المساء. هو سحور يعينك على الصيام لا مجرد تخزين للطعام. وأنصحك أيضا يا أخي الكريم أن تبتعد في سحورك عن الموالح، فالملح والمخللات تسبب لك العطش، وهكذا الكبسات والبرست وغيرها من هذه الموائد التي تسبب للصائم العطش، فابتعد عنها. وعليك يا أخي الكريم بالبقوليات كالفول والعدس والفاصوليا والبيض والخضروات كالموز، وهكذا كالخيار، فهذه أطعمة تفيدك إن شاء الله تعالى ولا تسبب لك الجوع ولا العطش. وكل منها بقدر، لا تأكل فول كثير ثم بعد ذلك يسبب لك حموضة وربما انتفاخ، هون على نفسك، كل يسيرا. وهكذا أحذرك من شرب الشاي والقهوة، فشربها في هذا الوقت يسبب لك إضرارا للبول ويسبب لك عطشا، فابتعد عنها. خامسا مسألة شرب الماء، فبعض الناس يشرب قربة من الماء قبل الأذان. فيا أخي الكريم أنت بشر ولست جملا، ليس لديك سنام يخزن الماء، فهذا الماء الكثير سيخرج سريعا وستحرم من النوم بسبب التردد للحمام ذهاب وإياب. فاشرب الماء باعتدال وعلى فترات متفرقة، وبذلك يكون سحورا مفيدا لكم ورفقا يا إخواني بأعضائكم. فما جعل الله رمضان لتخزين الطعام بل لتهذيب النفوس، واجعل هذا السحور سنة وصحة لتجد لذة في عبادتك. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.